هنعمل النهاردة أشيك وأسهل بوك مارك، وكمان هديكم أفكار مختلفة للتزيين. أول حاجة هنحتاج ورقة مقاسها 15 في 15. أنا مستخدمة ورق اللوح، ممكن تستخدموا أي نوع ورق. هحط الورقة زي سمبوكسة كده، وبعدين همسك طرف الورقة من هنا وهوصله للطرف ده، وبعدين هتنيها. بعدين همسك الزاوية اللي في الجنب دي وهوصلها عند الزاوية اللي من فوق، وبعدين هتنيها. والزاوية دي كمان هوصلها عند الزاوية اللي في النص وهتنيها. بخلي الجنبين يعني متقابلين مع بعض كده في النص بالظبط، سهلة جدا. بعدين هفتح الجنبين اللي تنيتهم دول، وبعدين همسك الزاوية من فوق كده وهتنيها واوصلها لحد الجزء اللي تحت ده. بعدين هرجع اتني الجنبين اللي كنت تانياهم في الاول، فشكلها بقى كده كأن في جيب يعني. هتني بقى الزيادة بتاعة الجنبين بتوعي لجوه كده، وهخليهم متساويين مع الجيب ده، وكده تبقى البوك مارك خلصت. واللي جاي بعد كده كله تزيين. هزين اول واحدة دي على شكل اليونيكورن، فرسمت الملامح الاول بالقلم الرصاص، وبعدين استخدمت القلم الجاف الاسود ورسمت كده بيه العيون. وممكن كمان تستخدموا القلم الفلوماستر، يعني على حسب اللي متوفر عندكم. عملت الخدود كده بالقلم الفلوماستر، وممكن تعملوها بالالوان الخشب. جبت قطعة صغيرة جدا من الفوم مقاسها 2 في 4. استخدمت الفوم علشان الجليتر وكده يعمل شكل حلو مع الورق، ممكن تستخدمه ورق في ورق يعني عادي. بعدين بدأت ارسم على مساحة الفوم كلها كده الشكل بتاع قرن اليونيكورن، او مش عارفة اسمه ايه. بعدين قصيته، وجبت ورقة مقاسها 3 في 8 وتنيتها بالنص، واستخدمت المسطرة كده علشان اعرف ارسم مثلث. بعدين هقص الورقة وهي متنية كده، فهتطلع لي ورقتين من المثلث ده، ودول اللي هعملهم الودان. جيت من عند الزاوية كده بس وخليتها مدورة شوية، يعني ما تبقاش حادة كده. بعد ما قصيتها خالص بقى هفصلها عن بعض، وبنفس الطريقة قصيت كده على قطعة من الفوم مقاسها 2 في 5. طلعت لي الجزئين دول كده، لزقتهم كده في الودان بالشمع. بعدين هثبت الكلام ده كله في البوك مارك بالشمع، او كمان ممكن بالغرق. وبعدين لزقت 3 وردات صغيرين كده هنا، هوريكم طريقتها في اخر الفيديو. بالمناسبة الوردة دي معمولة على ورقة مربعة مقاسها 3 في 3، وكان عندي الاستراس ده فحطيته كده في نص الوردة وبس كده. ده شكلها النهائي، طلعت قمر وكيوت قوي وسهلة. هوريها لكم بقى وهي محطوطة كده في الكتاب، شكلها لوحده يفتح النفس على القراية. ومش شرط خالص تزينه بالطريقة دي، هوريكم طرق كمان اسهل من كده للتزيين. يعني لو الامكانيات محدودة مش تعرفوا تعملوا الشكل ده، ممكن تعملوا اشكال تانية كتير بنفس البوك مارك دي. هوريكم بقى دلوقتي طريقة تانية للتزيين، فعملت واحدة كمان بنفس الطريقة. وزي كل مرة حددت الملامح الاول بالقلم الرصاص، وبعدين تقلت عليها يا اما بالقلم الجاف الاسود يا اما بالقلم الفلوماستر. انا عملتها باللون الاصفر علشان انا دلوقتي بحاول اعمل شخصية كده في الكرتون تقريبا اسمها بيكاتشو، يعني مش عارفة بقولها صح ولا لأ. المهم بعد ما رسمت الملامح كلها، عملت خطوة بسيطة كده باستخدام المانيكير الابيض. خدت منه كده على ظهر اي قلم رفيع او حتى خلة سنان، وعملت نقطة بيضة كده جوه كل عين. واخر خطوة بقى علشان اكمل الشكل ده، جبت ورقة مقاسها 3 في 8 وتنيتها بالنص، وبعدين رسمت عليها شكل الودان بالشكل ده كده، يعني زي ما عملت كده ساعة ما كنت برسم الودان بتاعة اليونيكورن. بس الودان دي بس شكلها مختلف شوية. وحددت كده جزء صغير من الطرف من فوق في الودان ولونته باللون الاسود، وقصيت الودان وفصلتها عن بعض كده، فطلع معايا الاتنين دول. لزقتهم بقى كده في شكل البوك مارك بتاعتنا، بقت تحفة سهلة جدا وما خدتش اي وقت في التزيين. الشكل التالت اللي هعمله معاكم عملته برضو من الورق الابيض علشان هعمل الباندا، ودي بقى مش هنحتاج لها اي خامات ولا حاجة، ممكن نستكفى بس بالقلم الجاف الاسود. وطبعا في اشكال تانية كتير ممكن تنفذوها وترسموها كده وتطبقوا بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الاشكال دي. المهم انا رسمت الملامح كلها بالقلم الجاف الاسود، وبعدين حطيت الودان كده، قصيت ودنين صغيرين من الورق الاسود. ولو ما فيش ورق
ورق اسود ممكن تستخدموا ورق ابيض وتلونوه بالقلم الاسود. طلع تحفة برضو وما خدش اي وقت ولا خامات، كلهم طلعوا احلى من بعض وشكلهم تحفة قوي وكمان سهلين، وبأي خامات متوفرة عندكم ممكن تعملوا اشكال تانية كتير. الموضوع كله مش هياخد منكم غير شوية قصاقيس ورق او فوم واي الوان متوفرة عندكم، خشب او فلوماستر او حتى اقلام جاف، يعني الموضوع بسيط جدا. دلوقتي هوريكم طريقة الوردة اللي انا عملتها، بس قبل ما اوريها لكم ما تنسوش تكتبولي انهي شكل عجبكم اكتر. هنحتاج بقى ورقة مربعة بأي مقاس انتوا عاوزينه، قلتلكم على مقاس الورقة المناسبة للبوك مارك، لكن انا استخدمت دلوقتي ورقة كبيرة علشان اوريكم شكل الوردة. حطيت الورقة دي كده بالشكل ده، وبعدين مسكت الطرف ده ووصلته لحد الطرف ده وتنيت الورقة، بعدين مسكت الزاوية دي كده وهوصلها لحد الجزء ده كده وهتنيها. مش بتنيها يعني بمقدار معين ولا لحد علامة معينة، يعني الموضوع عشوائي شوية، يعني بالنظر كده يكون مظبوط. وهمسك الجزء ده كمان وهتنيه على الجزء الاولاني اللي انا تنيته، بحيث بقى يكونوا هما الاتنين كده قد بعض بالتقريب. وبس كده هرسم بقى شكل الوردة بتاعتي، يا اما عايزينها مدورة او عاوزينها ليها بوز شوية كده زي دي، اي حاجة. المهم ان احنا في حتة في الاخر كده مش هتتقطع او مش هنيجي عندها خالص، علشان ده هيبقى قلب الوردة اللي هيبقى ماسك الوردة كلها. هقص بقى الحتت اللي انا حددتها بالاسود دي كلها، وبعدين هفتحها كده وهتبقى وردة شكلها حلو قوي، احلى كمان من اللي انا عملتها. اللي انا عملتها دي انا كنت رسمها بطريقة عشوائية فطلعت معايا مش احسن حاجة، لكن اعملوا الوردة دي هتطلع معاكم جميلة ومظبوطة وكمان سهلة قوي. وبس كده، ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، ولو نفذتوا الفكرة دي ابعتوها لي على انستجرام او فيسبوك اللي ظهروا قدامكم على الشاشة.